السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب جريد 4، يلا بينا معانا النهاردة بارت 3 من ليسون 1 في الساينس. طبعا احنا عايزين نتذكر كده، قبل كده اخدنا يعني ايه adaptation، اخدنا يعني ايه ecosystem، اتكلمنا عن 3 living organisms ازاي بيعملوا adaptation، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن البنجوين وازاي البودي بتاعه بيعمل adaptation، ازاي الفيت بتاعته بتعمل adaptation. النهاردة هنتكلم عن الادابتيشن لانيمال جديد اسمه البير، سواء كان بولر بير او ايه او براون بلاك بير. الجماعة دول برضو بيعملوا ادابتيشن، هنعرف ازاي. بس عندنا بعض الديفينيشن المهم جدا النهاردة. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة معانا حاجة هنا اسمها كاموفلاج. اوكي، الكاموفلاج ده بالعربي معناها التمويه او التخفي. ملناش دعوة بالعربي، احنا عايزين نفهم كده. احنا لما بنيجي نلعب مع بعض ونستخبى، اللي بيستخبى تحت السرير، واللي بيستخبى في الدولاب، واللي بيستخبى ورا الباب، واللي بيغطي نفسه باي حاجة كده ويقعد في اي كورنر وكده، ده اسمه ايه؟ اسمه بيستخبى. طيب يعني الحيوانات بتستخبى او بتتخفى ازاي؟ الكلام ده هنقول دلوقتي. يعني مثلا لو شفنا الصورة دي هنبص نلاقي البير ده لونه ابيض واسمه بولر بير. من اسمه كده يعني عايش فين؟ وايه دي الشكل اللي قدامنا؟ عايش وسط سنو، ولونه ايه؟ ولونه ابيض. يعني البير ده لو انا خبى وشه بس كده وقعد، هتبص ايه؟ مش هتعرفه من السنو اللي هو فيه. لونه نفس لون الايه؟ لونه نفس لون سنو. هو ده بقى الايه؟ الكاموفلاج. طيب نعرف الديفينيشن بتاع الكاموفلاج ونكمل. اول حاجه هو way of، خلاص of adaptation، يعني هو نوع من انواع الادابتيشن الحيوان بيعمله علشان يستخبى. طب هيستخبى من مين؟ it's a way of adaptation that some animals، يبقى اللي بيعمله هو الانيمالز use، بيستخدمها to hide from their predators or prey. تمام، يبقى انا هحفظ ايه النهارده من الديفينيشن ده؟ هو way of adaptation بعض الانيمالز some animals use، بتستخدمه to hide علشان تستخبى from their predators or a or prey. طيب حلو جدا. انا اخدت دلوقتي كلمة جديدة عندي اسمها predator وكلمة تانية اسمها prey. طيب يلا بينا نعرف مين هو البريديتور ونعرف مين هو البراي. البريديتور هنا اللي هو الحيوان المفترس، خلاص. اما البراي وهي الفريسة. طب يعني ايه؟ لو جينا بصينا للبيكتشر دي هنبص نلاقي البولر بير اصطاد سمكة وبياكلها. طيب يبقى انا دلوقتي البولر بير بتاعي ده هقول عليه ايه؟ هقول عليه بريديتور. ليه؟ لان هو حيوان مفترس. يعني ايه حيوان مفترس؟ يعني اصطاد حاجة علشان ياكلها. طب اللي بياكلها اسمها ايه؟ اسمها براي. خلاص تمام. يبقى الكاموفلاج هي way of adaptation بعض الانيمالز بتستخدمها to hide from their predators or a or their prey. والنقطة الجاية دي مهمة جدا. by blending in with the surrounding environment، يعني بتندمج مع الانفايرمنت اللي هي فيها. يعني هو لو عايش في السنو هيبقى لونه ابيض، طب هو لو عايش في الفورست هيبقى لونه ايه؟ هيبقى لونه دارك زي لون الايه؟ زي لون الايه؟ الشجر اللي حواليه ده. تمام تمام. طيب يلا بقى كده بينا نشوف انت النهارده عايز تقول لنا ايه في الدرس بتاعنا. يبقى اول حاجه خالص لازم اعرفها في الدرس بتاعي الديفينيشن اوف كاموفلاج. هتقولي هي way of adaptation بعض الانيمالز بتعملها علشان ايه؟ hide from their predators or prey. طيب يعني ايه predators؟ يعني حيوان مفترس. يعني ايه prey؟ يعني الفريسة. طيب لو قلت لك الاسد والغزالة، مين فيهم البريديتور ومين فيهم البراي؟ يلا قولي على طول في الكومنتات وهنشوف مين الشاطر اللي هيجاوب. اوكي، يلا ندخل مع بعض على نوعين من انواع البير. واحد فيهم اسمه بولر بير والتاني اسمه براون بير. البولر بير ده من اسمه عايش فين؟ عايش في البولر ريجن. يعني عايش فين؟ عايش في الاركتيك ريجن، يعني منطقة كلها تلج جدا. اما البراون بير ده فهو عايش في الفورست. حلو جدا. طب ايه علاقة المكان اللي هو عايش فيه
لونه يا ماس؟ هقولك دلوقتي. هو عايش في السنو لونه ابيض، فهو بيبقى لونه ابيض عشان يستخبى، علشان محدش يشوفه. طيب حلو قوي. طيب لما اجي اتكلم عن الادابتيشن بتاعته، هقولك هو بيعمل الادابتيشن بتاعته عن طريقتين. اول طريقة خالص انه لون الفر بتاعه لونه وايت. تمام، لونه وايت علشان ايه؟ help it blend in with snow. تمام. اما سيجفر دي بقى عشان ايه؟ علشان يفضل ايه؟ stay warm، يفضل دافي. يبقى انا هنا وانا بذاكر يا شباب لازم اكون عارف انا البيج دي لازم اخرج منها بايه. طيب يا مس هنخرج منها بايه؟ نمبر 1 definition of camouflage، definition of predators، definition of prey. بعد كده لازم افرق ما بين النوعين من البير، واحد منهم polar bear، التاني منهم اسمه brown bear. البولر بير عايش في المنطقة البولر ريجن، بيقول لي ان هو بيعمل adaptation عن طريق لون الفر بتاعه لونه ابيض، وكمان الفر بتاعه thick. طب لو سألني الفر بتاعه لونه ابيض ليه؟ علشان يعمل الاتي، لازم نثبت الايه الكلام ده، to blend in with snow. خلاص، علشان ايه؟ علشان يندمج، علشان معرفش اميزه عن السنو. طب يا ترى الفر بتاعه ده thick ليه؟ thick علشان يفضل warm، يفضل دافي. تمام. طيب عايز اسألكم سؤال. البنجوين احنا اخدناه المرة اللي فاتت، اتفقنا انه البنجوين ايه؟ البنجوين بيتغطى بايه؟ بفيذر. برافو. طيب والبير بيتغطى بايه؟ بفر. يبقى نخلي بالنا من الفرق ما بين الفيذر وما بين الايه؟ وما بين الفر. طيب حلو جدا. طب عايزين نتكلم عن مين؟ عن البراون بير او البلاك بير. خلاص عرفت ان هو عايش في الفورست. هعرف ايه بقى كمان؟ طبعا هو عنده فر، الفر بتاعه لونه دارك علشان يعمل ايه؟ نفس الكلام اللي احنا عارفينه، يا اما نقول blend in with الايه؟ الانفايرومنت اللي عايش فيها، او هقول hide among trees علشان يستخبى وسط الايه؟ وسط الشجر. طيب لو قال لي عنده thick fur، هقوله ليه؟ هقوله برضو علشان يتدفى. اكيد هو عايش وسط الفورست برضو بيكون في برد، لكن ايه؟ لكن برد مش زي مين؟ مش زي المنطقة اللي عايش فيها البولار بير. يبقى انا اكون اوتوماتيك كده عارف كلمتين في دماغي. لو قال لي الفر ليه thick، يبقى thick علشان ايه؟ help it stay warm في المنطقة اللي هو عايش فيها. لو قال لي اللون، لو قال لي الوايت، يبقى ده في البولار بير اللي عايش وسط السنو فيعمل blend in with snow. لو قال لي البراون او البلاك بير، اقول له علشان يعمل ايه؟ ايوه برافو عليكم، hide among ايه؟ hide among the tree. برافو، شاطرين يا حبايبي. طيب تمام. هناخد بقى دلوقتي كام نوع؟ اخدنا اول نوع كان البنجوين، اخدنا تاني نوع اللي هو البولار بير والبراون بير. هناخد تالت نوع من الانيمالز اللي هو مين؟ الفينيك فوكس اند الكاركل. تمام. الفينيك فوكس والكاركل الاتنين حاطينهم تحت ايه؟ تحت كاتيجوري واحد ومسمى نمبر 3. ليه؟ لانه الاتنين عندهم فر، والاتنين الفر بتاعهم ساندي كولورد فر. طيب ليه بقى؟ لان هما الاتنين عايشين في الديزرت، يبقى انا بعملهم معاملة الحاجة الواحدة. يبقى عندي فينيك فوكس وعندي الكاركل، الاتنين دول مالهم؟ الاتنين دول عايشين في الديزرت، الفر بتاعهم لونه ايه؟ لونه ساندي كولور فر. خلاص انا عرفت علشان تعمل ايه؟ blend in with the desert اللي هي عايشة فيها. حلوة قوي. خلاص انا كلمة blend in دي عرفتها، او hide among. يبقى انا هثبت الكلمتين دول في دماغي، يا اما blend in الانفايرومنت وتكتب اسم الانفايرومنت اللي عايش فيها، يا اما hide among الايه؟ برضو الانفايرومنت اللي هو عايش فيها. طيب هناخد بعد كده واحدة اسمها desert ايه؟ desert lizard. من اسمها الهابيتات بتاعتها عايشة فين؟ عايشة في الديزرت. طيب بيحكي لي عنها وبيقول لي ان هي ملونة colorful scales. شايفين هنا اللون متغير خالص عن اللون ده، كمان هنا في لون تاني اهو، وهنا في كمان لون
colorful. طب يا ترى هي colorful ليه؟ to hide among، برضو نفس الكلام. hide among دي هنثبتها معانا على طول ما بين الايه، ما بين ال colorful rocks in the desert. تمام يا شباب؟ يبقى انا النهارده اخدت كام نوع من انواع الانيمالز. اخدت البولر بير، واخدت البراون بير، واخدت الكركل والفينيك فوكس، واخدت مين؟ الديزرت ليزرد. تمام. عايزه اسالكم سؤال ويا ريت الاجابات بتاعته تكون في الكومنتات. ايه هي الاسئله؟ اول حاجه البنجوين، خلاص، البنجوين البودي بتاعه بيتغطى بايه؟ دي رقم واحد. بعد كده رقم اتنين البولر بير البودي بتاعه بيتغطى بايه؟ تمام. طيب لو اتكلمت وقلت الديزرت ليزرد بتتغطى بايه؟ تمام. الديزرت ليزرد دي بتتغطى بسكيلز، انما الفينيك فوكس والبولر بير والبراون بير بتتغطى بفر. اما البنجوين بيتغطى بايه؟ ها، بفيذر. لازم نكون عارفين كل واحد اللون بتاعه بيتغير علشان يعمل ايه؟ hide among الانفايرمنت اللي هو عايش فيها، او يعمل ايه؟ blend in